في لحظات في حياة أي راجل بيحس فيها إنه تايه، مش عارف يشرح ولا عايز يحكي، مش لأنه قاسي ولا لأن قلبه حجر، بس لأنه بيتألم بصمت، وده أصعب أنواع الوجع. الراجل اللي ساكت ممكن يكون جواه حرب، جواه مليون سؤال، مليون خوف، مليون خيبة أمل، بس محدش شايف، لأنه متعود يلم نفسه، يخبي تعبه، بيكتم وجعه ويسكت. ووسط كل ده بيظهر سوء الفهم، وكل اللي حواليه يفتكروا إنه بعيد أو بطل يهتم، لكن الحقيقة هو بيحب وبيخاف وبيتألم، بس بطريقته، في سكوته وبصوته اللي ما بيطلعش. وعلشان نفهم ده، قهوتك الجميلة وتعالى، علشان في كلام لازم تسمعه. الراجل لما بيسكت ده مش لأنه قاسي ولا لأنه مش بيحب اللي حواليه، بس لأنه لما بيتألم في صمت فبيختار يسكت ويعالج جراحه لوحده من غير ما يسبب إزعاج لحد ومن غير ما يبان عليه. جواه عاصفة بس وشه هادي، جواه 100 فكرة متلخبطة بس ملامحه ساكتة، وللناس اللي حواليه ده بيبان كأنه متغير أو بعيد، لكن الحقيقة هو مش بعيد عنك، هو غرقان من جواه. في الوقت ده تلاقيه بيقفل على نفسه شوية، ممكن يبعد عن الكلام أو يقعد ساكت بالساعات، يمسك موبايله يقلب في حاجات تافهة أو يتفرج على حاجة مش مهمة، بس مش لأن الحاجات دي فارقة معاه، هو بس بيدور على أي حاجة تهوي دماغه، تدي عقله لحظة راحة من التفكير اللي بيحرقه. أوقات تلاقيه عايز يخرج لوحده، يمشي في الشارع، يقعد في كافيه ساكت، يسوق العربية وهو مشغل أغنية حزينة أو ساكت تماماً. مش معناه إنه بيبعد عنك، بالعكس ده بيخليه بيقرب من نفسه عشان يعرف يتكلم من غير ما يتهز، عشان لما يرجعلك يبقى جاهز يسمعك اللي جواه من غير ما ينهار. ولو حاولتي تضغطي عليه وسألتيه مالك، قولي ليه ساكت، أنا مش بفهم كده، بتكوني بتحصريه وهو أساساً مخنوق من نفسه. اللي محتاجه وقتها مش أسئلة، اللي محتاجه هو سكوتك اللي فيه حنان، وجودك اللي فيه أمان. ساعتها بس بيحس إنه لسه في حضن يعرف يريحه، إنه مش لوحده، وإنه مش مضطر يشرح كل حاجة عشان يتحب. عارفة، الراجل لما بيحب بيخاف يبان ضعيف قدام اللي بيحبها، بيخاف تبصله بنظرة شفقة، علشان كده بيلم نفسه ويختار يسكت لحد ما يقوى شوية. بس لما يلاقيكي جنبه من غير كلام كتير، من غير أسئلة، من غير ضغط، بتطمني قلبه أكتر من أي جملة، بتديله مساحة، والمساحة دي عمرها ما كانت بعد، دي أحياناً بتكون طريق الرجوع أقوى. خليه يهدى، خليه يفكر، خليه يرجع نفسه، اديله الأمان في سكوتك والحنان في صبرك، وخليكي دايماً عارفة إن الدعم مش دايماً بالكلام، ساعات نظرة، لمسة، أو حتى فنجان قهوة بهدوء بتكون أبلغ من 1000 نصيحة. الراجل وقت ضغوطه بيبقى زي المطاط، لما تخليه يبعد شوية بيمد وبيمد، بس بيرجع تاني أقوى، أنضج وأحن من الأول. وصدقيني أكتر لحظة ممكن تحس فيها بحبه هي لما يبصلك بعد فترة صمت طويلة ويقولك أنا كنت محتاجك. ساعتها تعرفي إن وجودك الهادي هو اللي خلى قلبه يفضل سليم. وفي الآخر العلاقات اللي بتعيش مش اللي فيها كلام كتير، دي اللي فيها تفاهم وصبر، احترام للمساحة، وحب بيتفهم من غير ما يتقال. حافظوا على بعض، وخلي فيه مكان دايماً آمن وسط الزحمة، مكان يقدر يرجع له وهو ساكت، ويتحضن ويتفهم من غير ما يشرح. وفي النهاية لو الكلام ده لمس قلبك، ما تنساش تشترك في القناة، علشان دايماً هيكون فيه كلام لازم تسمعه، وهتلاقي الكلام اللي محتاج تسمعه وقت ما تكون محتاجه.